كانت الدولة العثمانية تجاهد بسلاحها، تصنع سلاحها في مصانعها ومعاملها، تدرب جنودها وفرقها العسكرية في معسكراتها بمدربين منها يتدربون في المعسكرات، يتلقون التعاليم الإسلامية من مشايخ الإسلام، ويتحاكمون إلى قاضي أطلق عليه لقب قاضي عسكر، وهو شخصية من كبار العلماء والفقهاء، خاص بمحاكم العسكر، حيث لا يتحاكم العسكر في محاكم مدنية، وإنما عسكرية عليها قاض من كبار العلماء. كانت الدولة العثمانية تصنع مدافعها بتفوق في مصانعها، وظل تفوقها المدفعي حتى أواخر القرن ال17، وقد كان مسبك ومعمل صناعة المدافع في اسطنبول هو أكبر مسبك ومعمل للمدافع في العالم في أواسط القرن ال16، كما سجل ذلك السائح الفرنسي موراند. وانظر كيف اندهش البيزنطيون والأوروبيون من المدفع العثماني، حيث وصفوه بالحيوان الخرافي لأنهم لا يملكون مثله، وانذهلوا من تصميمه وسبكه. ومعلوم أنه من تصميم السلطان الفاتح وسبك المعلم أوربان والمعلم العثماني مصلح الدين باشا. كانت الدولة العثمانية تصنع سفنها بموانئها، ولجودة المصانع والمعامل العثمانية كانت بعض الدول الأوروبية تصنع سفنها في اسطنبول، فكانت الدولة تصنع سفنها في موانئها، حيث طور السلطان الفاتح الأسطول الإسلامي، وكان في أول خلافته كلما سيطر على سفينة مختلفة أمر المهندسين بتفكيكها والاستفادة منها، وهكذا حتى مات والأسطول العثماني قد صار من أعظم الأساطيل حينها. عظم الأسطول حتى كان البحارة العثمانيون في عهد السلطان بايزيد الثاني، خاصة البحار العثماني المسلم كمال ريس، أول من ثبت مدافع بعيدة المدى على ظهور السفن في العالم. فكانت الدولة العثمانية في أيام عزها تصنع سلاحها وتنتج غذاءها وتدرب رجالها برجالها، وملتزمة بشريعة الله تعالى، فلذلك عزت وسادت. فكل أمة تستورد سلاحها وغذاءها من أعدائها لن تنتصر عليهم، وهو ما حدث في الدولة العثمانية في أواخرها، عندما أهملت التصنيع وتركت الجهاد، وتخلى سلاطينها المتأخرون عن الخروج للجهاد، وغيرت جيشها وفق النظم الأوروبية، واستخدمت خبراء أوروبيين لتدريب الجيش العثماني الجديد، بل غيرت زي الجيش العثماني من العمامة إلى الطربوش، واتبعت النظام الأوروبي في التدريب والتنظيم حتى في لباس الجيش، وأنفقت خزائنها لذلك. فلما أهملت الدولة طريق الأجداد واستوردت السلاح وتركت الجهاد وأدخلت التغريب في نظم الدولة ونظم الجيش، فتغيرت عليها السنن، فلم تنتصر على عدوها في الحرب، مع أنه هو الذي دربها في السلم. كيف يمكنه أن يدربها على هزيمته؟